للأسف تأكد إصابة أكرم توفيق بقطع في رباط صليبي. القطع في الرجل التانية مش الرجل اللي هو عمل فيها العملية. الحقيقة طبعا الإصابة قضاء وقدر، الحمد لله، إن الله وإنا إليه راجعون. بس أنا مش قادر ألوم غير أكرم توفيق نفسه. من ساعة ما أكرم توفيق رجع من الإصابة وإحنا حاسين إن أكرم توفيق هيتصاب في أي لحظة، عشان فرط المجهود وفرط الحركة وتدخلاته اللي فيها قوة زيادة عن اللزوم. يعني أكرم توفيق يا ابني، ما هو الناس كلها مش بتتدرب في التدريب زي المباريات. حتى كمان التكنيك بتاع الحركة، بيلف جسمه كتير وبيلوي جسمه كتير وبيعمل ترنات كتيرة. مش عارف الومه لانها اصابه وقضاء وقدر، بس الواحد حزين قوي. يعني الاهلي في كنت بنساه، جه الاهلي اول مش عارف ايه ورباط صليبي، محمد محمود جه الاهلي رباط صليبي وبعد كده رباط صليبي، وادي اكرم توفيق رباط صليبي وبعد كده رباط صليبي. الحمد لله ان الله لا راجعون. صعبان عليا الولد جدا جدا جدا.